خايف من التأجيل وخايف من يكون حكم صادق، لأن أقل حاجة إعدام. إحنا إعدام يعني إعدام يعني إعدام. القضية النهارده عاوزة 3 حاجات: إعدام عشان يبرد دم الشهداء ويبرد دم أم الشهيد. أقل حاجة غير الإعدام أو حكم صادم والتأجيل، يعني عارف لو التأجيل ممكن، لكن حكم صادم هي دي اللي هتبقى الكارثة. الكارثة أنا خايف إن المحاكمة تكون سلطة أو كوس. أنا أتوقع إن تأجيل برضه، أتوقع كده، الله أعلم تأجيل. أتوقع تأجيل. يا دولة حوشي كبير جحوشي هنروح لمين؟ والعم حافظ عملوه محافظ. قلت الدنيا أزمة، الدنيا أزمة والأزمة لازمة والجزمة لازمة للحفيانين. حمار ونادى من جوه حارة. يا دولة حوشي كبير جحوشي هنروح لمين؟ والعم حافظ عملوه محافظ علشان يحافظ على الغلبانين والمحتاجين. قام بدوره وخلع تدوره وبعت فلوسه على بيت رابين. ما هي دنيا أزمة والأزمة لازمة والجزمة لازمة للحفيانين. يا ابو خالد ما تبكيش، يا ابو خالد ما تبكيش، كلنا خالد سعيد، كلنا خالد سعيد. بص يا حبيبي، لو سمحت بس كده، لو سمحت الباب، لو سمحت الباب. وارد كل شيء، لأننا إلى جانب طلب توقيع أقصى العقوبة أصرينا النهاردة على وجوب تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الطب الشرعي بجامعات مصر لكي يعقبوا على التقريرين الرسميين المطعون عليهما منا نحن هيئة دفاع خالد سعيد، والتقرير الطبي الشرعي الاستشاري المقدم منا، خاصة وأنك تعلم والكل يعلم أن التقرير الطبي الثلاثي الصادر من كبير الأطباء الشرعيين المقال السابق والذي أقيل لأسباب مهنية، مما جعلت أننا نشكك في الأمانة العلمية للتقريرين الرسميين، فطلبنا التعقيب لكل تلك التقارير من هيئة محايدة ولجنة محايدة لترجيح أفضلهما. وبالتالي وارد أن يكون هناك حكم، ووارد أن المحكمة تستجيب، فضلا عن أننا لا تنسى أننا منذ اليوم الأول في تلك المحاكمة ونحن نصر على تعديل القيد والوصف من قتل من استعمال قسوة من المخبرين إلى قتل عمد، اللي هي المادة 126 قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ولن نتنازل عن هذا الدفع. ففي احتمال كبير أن يعاد محاكمة طبقا لهذا لو المحكمة استجابت لذلك الدفع، أو أن المحكمة تحكم، فهذا الأمر متروك لعدالة المحكمة ومتروك لهيئة القضاء. أنا أعتقد أن الحالة العامة في فرق، ولكن أنا لا أشكك في القضاء المصري قبل أو بعد، ولكن أنا أرى أن ما يتم الآن هو درس لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بعد ثورة 25 يناير. الدرس اللي بعد ثورة 25 يناير هي أن كرامة المواطن المصري لن يتم المساس بها ولا إهدار كرامة المواطن المصري في الفترة القادمة من أي جهاز أمني أيا كان في مصر. سنكون لهم بالمرصاد، وعلى وزارة الداخلية أن تعي أن الشعب المصري لن يسمح مرة أخرى بتكرار تلك الأحداث التي كانت هي
نموذج الحياه في ظل نظام البائد وفي ظل وزاره العدل قبل 25 يناير. برضو انا شككت في اللفافه، مش دي اللفافه الموصوفه. انا شفت نتف متفرقات من بعض ورق لونه غريب شويه، لكن ما شفتش اللفافه التي قيل عنها انها طولها 7.5 سنتي وعرضها 2.5 سنتي وحجمها 3 جرام. مش تلك اللفافه. حتى لو كانت الحرز الذي عرض علينا اليوم هو اللي جاء من الإدارة المركزية للمعامل المركزية للطب الشرعي، كان يجي معاه تقرير ويقول ان احنا فضينا الحرز وحللنا ثم عدنا الحرز تاني وصفر، وهذا لم يتم. هذا الوشم والحديث عن الوشم كلام معين بعيد تماما عن الواقع. ايه الواقع؟ اي شاب دلوقتي بيتحلى بالوشم ده. ايه دخل الوشم ده في اخلاقيات ان قضاءنا قضاء جيد جدا، وقضاءنا يعني تجرد كامل وحياد مطلق. توقعاتي الحكم لله بقى. يعني ابني الله يخليك، دي حاجه مهمه جدا. انا كولي دم لا اقبل ان انا اقصر على محكمه مصريه لا انا اول مره اقول الكلام ده. اسمعني كمحامي خلاص. بقول النهارده انتهت المرافعات وقرار المحكمه حجز القضيه للحكم جلسه 30/6. خدوا بقيه القرار مع استمرار حبس المتهمين. انا كمحامي بقول لكم لاننا اصحاب قضيه حق واصحاب، وخالد سعيد لا يمثل عيله خالد سعيد لوحدها، بل دي قضيه كرامتنا كلنا اللي نهدرها. وبالتالي النهارده احنا واقفين هنا عشان بنأكد على كرامه المواطن المصري، وبما ان القضيه اتحجزت للحكم فبقى الموضوع النهارده لا يخصكم ولا يخصنا ولا يخص القوات المسلحه ولا يخص وزاره الداخليه، اصبح يخص القضاء المصري. وانا بقول لكم القضاء المصري ما عندوش استعداد ان هو يتاثر حاليا باي حاجه. دايره محترمه، هيئه مستشارين محترمين سمعونا، وانا بقول لكم اهو عم خالد سعيد سمعونا كويس قوي قوي قوي، وقلنا كل حاجه، وقلنا المطاعم اللي انتوا عارفينها على كبير الاطباء الشرعيين المقال. احنا بعد اذنك حضرتك معانا